بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله النهارده موعدنا مع حل محافظة الجيزة للصف الثالث الاعدادي. ولو انت لسه ما اشتركتش في القناة ما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا نبدأ الفيديو بتاعنا. السؤال الاول، اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاة. اذا كان 3 اس س زائد 1 بيساوي 81 فان 2 س بتساوي. وهنا جايب سؤال تراكمي في بداية الامتحان بتاعك، فانا هبدأ احل الاسس بتاعتي عادي. فاقول له بما ان 3 اس س زائد 1 دي بتساوي 81، فابدأ أشوف ال81 دي 3 أس كام؟ فال81 دي هي 3 أس 4، فابدأ أقول بما إن الأساس بيساوي الأساس يبقى الأس بيساوي الأس، فمن هنا أقدر أقول إن س زائد 1 بتساوي 4. أبدأ أعملها معادلة وأودي الواحد بإشارة مخالفة، يبقى س هتساوي 4 ناقص 1 تساوي 3. طيب تعالَ نتعامل إن الطالب مش عارف يجيب إن ال81 دي 3 أس كام. بدايةً كده سهل عليك الموضوع، يا إما تروح تجرّب تشوف الأساس اللي موجود على ناحية اليمين وتقول لي يا مستر هي ال3 هنا ال81 دي عبارة عن 3 أس رقم، فتجرّب 3 أس 2 ب9، 3 أس 3 ب27، 3 أس 4 ب81. تمام؟ طيب يبقى أنا كده جِبت قيمة ال81 3 أس 4 وبدأت أساويها معادلة الأس بالأس وأجيب قيمة الس طلعت معانا ب3، فنروح نختار ال3. كده أنا اختياري غلط لإن أنا ما ركّزتش هو عايز إيه. هو طالب منّك 2 س، طب عشان أجيب 2 س أنا جِبت الس ب3 بس، يبقى 2 في 3 بتساوي 6 وده الاختيار الصحيح، يبقى اختياري الصحيح هو باء. طيب نشوف السؤال التاني. إذا كانت ن س بتساوي 2 ون س في ص بتساوي 6 فإن ن س 2 بتساوي ن ص 2 بتساوي كام؟ ن س 2 هو ادّاها لك، فأنا أروح أعوّض عنها هنا. أنا عارف إن ن س في ص دي بتساوي 6، وهو قال لك إن ن س ب2. طب ن س ب2 أهي، طيب 2 في كام؟ يدّيني 6، يبقى الصاد بس بكام يا شباب؟ ب3. طب هو عايز ن ص 2، ن ص 2 هتساوي يبقى 3 في 3 هتساوي 9 أو 3 أس 2 تساوي 9. جميل، يبقى الاختيار باء هو الاختيار الصح. السؤال التالت، إذا كانت س تربيع بتساوي 4 فإن مطلق س تساوي كام؟ هو هنا بيحطك في موضع اختبار للمطلق وعايز يعرف أنت بتعرف تتعامل مع المطلق والّا لأ. تعال نشوف مع بعض كده. س تربيع تساوي 4، طب عشان أجيب الس بس فأنا محتاج آخد الجذر التربيعي. لمّا آخد الجذر التربيعي للس تربيع فدي بتساوي س، الجذر التربيعي ل4 دي موجب وسالب 2. طب ما تيجي ناخد موجب وسالب 2 ونحطها جوّه المطلق. لو أنا جيت عملت مطلق أهو وحطيت جوّاه موجب وسالب 2، إيه رأيك هيطلّع لك إيه؟ هيطلّع لك موجب 2 والّا سالب 2 والّا موجب وسالب 2؟ أكيد هيطلّع لك الموجب 2 فقط. يبقى أنا كده عرفت جِبت أول خطوة قيمة الس، وبعد ما جِبت قيمة الس، السؤال الرابع، إذا كان س في ص تساوي 7 فإن ص تتغيّر مع مين؟ هو هنا قال لي س في ص وبيطالب منّي الص تتغيّر مع مين؟ طيب تعالَ نجيب كده نجيب الص في طرف لوحديها. ص تساوي، أنا عشان أجيب الصاد فأنا هاقسم على السين، يعني أنا كان عندي المعادلة ركّز هناخدها من الأول كده بدايةً. أنا عندي المعادلة س في ص تساوي 7، أنا عايز أجيب الصاد لوحديها فأنا هاقسم في الطرفين على الس، يبقى أقول على س على س. الس راحت مع الس من هنا، يبقى اتفضل لك إن ص هتساوي 7 على س. قُلت لك قبل كده في التغيُّر تعالَ نفتكر مع بعض هنا كده، لو ص بتساوي ثابت في س فده اسمه تغيُّر طردي، ولو ص بتتغيّر مع ثابت على س فده اسمه تغيُّر عكسي. يبقى أنا هنا كده الصاد بتتغيّر مع رقم على س اللي هو الثابت، يبقى 1 على س، يبقى الاختيار بتاعي الصحيح هو اختيار أ. يبقى التغيُّر الطردي ص بتساوي م في س، التغيُّر العكسي ص بتساوي م على س. نشوف السؤال الخامس. السؤال الخامس بيقول إيه، إذا كانت س ناقص ص بتساوي 5 فإن 6 س ناقص 6 ص تساوي كام؟ جميل أوي، هو ادّاك معطى بيقول لك إن س
ناقص ص دي بتساوي 5. تعرف تقول لي 6 س ناقص 6 ص بتساوي إيه؟ هاقول له أنا هاخد أدي 6 س ناقص 6 ص. هنا لو خدت بالك إن في عامل مشترك اللي هو مين؟ ال6، فتعالَ ناخد ال6 عامل مشترك برّه أهي، وافتح قوس، هيتفضل لك من الحد الأول س ويتفضل لك من الحد التاني مين؟ ص. طب ما هو أصلًا قال لك إن س ناقص ص دي بتساوي كام؟ 5، يبقى 6 في 5 بتساوي 30. يبقى أنا كده عرفت إن المقدار اللي هو ادّاه لي س ناقص 5 و6 س ناقص 6 ص، فالقيمة المقدارية كلّها بكام؟ ب30. تمام جدًا. نيجي على السؤال السادس، بيقول لك إيه، أدق مقاييس التشتت. جميل، سؤال حلو. كلنا عارفين لو طلب منك أدق مقاييس التشتت فهو على طول الانحراف المعياري. يبقى الانحراف المعياري لو ذكر كلمة أدق، فأنت بالنسبة لك الانحراف المعياري هو أدق الإيه، الاستخدامات عشان أجيب مين؟ التشتت. يبقى الاختيار بتاعك هو مين؟ ج. أما على فكرة الوسط الحسابي والوسيط والمنوال دي اسمها إيه؟ دي اسمها النزعة المركزية، عشان بس تفرق بين التشتت والنزعة المركزية. السؤال التاني، إذا كانت س تساوي -1 و0 و1 و2 و3 وص بتساوي 0 و1 و4 و6 و9 وكانت عين علاقة من س إلى ص. جميل أوي. اللي تهمني بقى في الحتة في السؤال أهيّة، أ علاقة بباء تعني ده اللي يهمني في السؤال، أ أس 2 بتساوي باء، وأ تنتمي س وباء تنتمي ص. اكتب بيان عين. جميل أوي. تعالَ نكتب بيان عين. بيان عين هتساوي، تعالَ نفسّره الأول بيقول إيه. هو بيقول لي بيان عين يا مستر إن لمّا تربّع الألف، لمّا أربّع الألف تربيع يدّيني باء. طب ما تيجي نجرّب عنصر، عنصر. لمّا أحُط فوق -1 تربيع هيدّيني كام؟ هيدّيني 1. يبقى أنا كده المفروض أول زوج مركّب عندي إن أنا هاختار -1 وأشوف ال1 موجود في الصاد والّا لأ، فالاقي ال1 موجود، يبقى -1 و1. خلاص، يبقى أنا كده هاربّع كل عنصر من س، لو لقيته في ص هاخده معايا. لمّا أربّع الصفر، الصفر معاك تربيع بصفر، يبقى الصفر وصفر. جميل. طيب لمّا أربّع ال1 هيدّيني 1، يبقى تربيع ال1 هيساوي 1، يبقى 1 برضه و1. بعد كده ال2 لمّا أربّع ال2 تدّيني 4، ال4 موجودة يبقى 2 و4. بعد كده ال3 لمّا أربّع ال3 هيدّيك كام؟ 9، يبقى 3 و9 وكده بيان العين خلص. يبقى بيان العين بالنسبة لي هو طلب منّي إن أنا أجيب له البيان، فكتبت البيان على حسب المعطى المدرج إنه أ تربيع بتساوي مين؟ الباء. السؤال التاني بيقول لي اثبت أن عين دالة من س إلى ص ثم أوجد المدى. بدايةً هي لو دالة فموجود مدى، وهي لو مش دالة فأكيد ما فيش مدى، فخلاص بما إن قال لي اثبت يبقى أكيد هي إيه؟ دالة. تعالَ نشوف السؤال التاني. السؤال التاني عشان أثبت إن دي دالة، لازم أثبت إن كل عنصر من س خرج منه سهم واحد، أو كل عنصر من س ظهر كمسقط أول في بيان الدالة. لو أنت خدت بالك -1 قرر مرة واحدة، والصفر والواحد والاتنين والتلاتة، فتقول له العلاقة عين دالة، لأن كل عنصر ظهر مسقط أول مرة واحدة فقط. طيب لو أنت عايز تثبتها من المخطط السهمي والمخطط البياني، فأنا أقول له كل عنصر من س خرج منه سهم واحد فقط. طبعًا ما تنسوش إحنا لسه هنمثّل مخطط السهم دلوقتي وكلنا عارفينه سهل جدًا. طيب طالب مني المدى، أقول له المدى هو مسقط التاني في البيان، يبقى هيكون 1 و0 و1 و4 و9. تعالوا مع بعض كده نمثّل المخطط السهمي. المخطط السهمي يا شباب هو إن أنا بامثّل عناصر س في مستطيل، واكتب العناصر -1 0 1 2 3 وص العناصر بتاعتها اللي هي 0 1 4 6 9.
وأشوف كل عنصر من س راح لأنهي سهم، لأنهي عنصر. -1 عرفنا إن هو راح لل1، وال0 راح لل0، وال1 راح لل1، وال2 راحت لل4، وال3 راحت لمين؟ لل9. يبقى أنا كده مثلت المخطط مين؟ السهمي. يبقى المخطط السهمي إن أنا كل عنصر من س راح لص أمثله على مخطط سهمي. خد بالك لما جيت أكتب المدى لازم أكتب عناصر المسقط الثاني في البيان وليست عناصر الصاد كلها. تمام؟ خد بالك من الجزئية دي عشان مهم. نيجي للسؤال باء. في السؤال التاني بيقول إيه؟ إذا كان ألف وباء وجيم ودال كميات متناسبة، اثبت أن ألف جيم على باء د تساوي ألف ناقص جيم على باء ناقص د الكل تربيع. سؤال جميل. أول سؤال في النسبة اهوت يقابلنا، فأنا هاقول له سؤال بسيط يا مستر، بما إن ألف وباء وجيم ودال كميات متناسبة، خدناها خاصية في التناسب، يبقى الأول على التاني يساوي التالت على الرابع، دول كلهم بيساووا رمز بيساوي مين؟ ميم. من هنا كنت بنقدر نقول إن الألف بتساوي الباء في الميم، والجيم بتساوي الدال في الميم، وأبدأ أشتغل مع مسألتي طرف أيمن وطرف أيسر، دول اللي أنا هاستعملهم بالتعويض بيهم. الطرف الأيمن هو ألف جيم على باء د، هاشيل كل قيمة وأعوض باللي موجود معايا. طيب ألف هي باء ميم في الجيم دال ميم، الباء مش موجود لها قيمة معايا والدال مش موجود لها قيمة معايا. طيب هو هنا عندي في حالة الضرب باضرب المتشابه في بعضه، يبقى أنا عندي باء د والميم تربيع، وباء د تحت، فتلاقي هنا لو أنت خدت بالك الباء د شبه الباء د، ففي حالة القسمة ممكن أطير البسط مع المقام عادي، فده هيروح مع ده. يبقى أنا كده فاضل لي فين هنا؟ فاضل لي من الناتج بتاعي الميم تربيع، ده الطرف إيه؟ الأيمن. نيجي على الطرف الأيسر اللي هو ألف ناقص ج على باء ناقص د الكل تربيع. بداية كده تعالى نصفي الأول وبعدين نشوف التربيع. هو هنا عندك الألف هنشيلها ونحط قيمتها اللي هي باء م، ناقص الجيم بدال م. طب الباء قيمتها ملهاش قيمة عندي، ناقص الدال ملهاش قيمة عندي. بعد ما عوضت كده فطبعا كل عندك هنا إيه؟ تربيع، فحط الكل إيه؟ تربيع. لسه هنصفي، يبقى أقدر من هنا أشوف بقى لو في عامل مشترك آخده أو في ضرب أخلصه. لو خدت بالك إن هنا في عندك م وفي م، فأنت ممكن تاخدها عامل مشترك، فأقول له هنا كده م، ويتفضل لك من الحد الأول باء ومن الحد التاني د، وتحت في عندك برضه باء ناقص د، طبعا في كل هنا تربيع من فوق ومن تحت. لو خدت بالك هتلاقي إن في باء ناقص د وباء ناقص د فطاروا مع بعض، فاضل لك في القوس كله م وفي كله الأس 2، يبقى ده كده هيساوي كام؟ هيساوي م أس 2. يبقى أنا عندي الطرف الأيمن طلع م أس 2 والطرف الأيسر طلع م أس 2، فنقول له إذًا الطرفان متساويان. يبقى كده خلصنا السؤال إيه؟ باء في السؤال التاني. يبقى تاني أول ما بيذكر معاك إن الكميات دي كميات متناسبة، بابدأ أطبّق إن أ على باء بتساوي الج على الد بتساوي الم. خُد بالك عشان السؤال ده ممكن ييجي لك أ وباء وج في تناسب متسلسل، ودي لسه في الدروس اللي بعد كده. يبقى خُد بالك وفرّق لو هل كميات متناسبة والّا تناسب متسلسل. طيب السؤال اللي بعده، السؤال التالت أ، بيقول لك إيه، إذا كانت ص تتغيّر مع س تغيُّر طردي
وص بتساوي 14 عندما س بتساوي 42. أوجد العلاقة بين ص وس. سؤال جميل وسؤال بيتكرر كتير في امتحانات. تعال نشوف مع بعض كده. يبقى احنا دلوقتي بنحل في السؤال ده اللي هو التالت إيه ألف. السؤال 3 ما دام ص بتتغير مع س تغير طردي. بعرفها تغير طردي منين يا مستر؟ إن الصاد والسين بيبقوا قصاد بعض في البسط. يبقى من هنا أقدر أقول إن الصاد تساوي ثابت في س. أنا عايز أجيب قيمة الثابت في التغير الطردي، فأقول إن الميم بتساوي ص على س. يبقى أنا هاقسم هنا على س وأقسم هنا على س. في ناس حافظاها على طول فتقول لي الميم يا مستر هتساوي ص على س وأبدأ أجيب القيمة. قال لي ص ب14 لما س ب42، روح أعوض بيها. يبقى تساوي 14 على 42. يبقى من هنا يا شباب جبنا قيمة مين؟ الثابت. وما نختصر النسبة يا شباب هتساوي لما أقسم 14 على 32 هتلاقي فيها 1 على 3. كده أنا جبت الثابت. أروح أكون العلاقة بتاعتنا ص تساوي الثابت تلت اللي هو مكان الميم في السين. يبقى العلاقة بتاعتنا هي دي. يبقى ص بتساوي تلت س. ممكن يطلب منك قيمة س أو قيمة ص عندما س أو ص بتساوي رقم، فطالب مني هنا بيقول لي عايز ص عندما س بتساوي 60. أقول له بسيطة خلاص أنت عايز ص، أنزل الصاد زي ما هي تنزل، تلت ينزل، وأشيل السين وأحط قيمتها ب60 في 60. تلت في 60 بتساوي 20. يبقى أنا كده قدرت أجيب قيمة الصاد لما تكون السين ب60. يبقى أنا كده خلصت سؤال التغير. سؤال باء يقول لي مثل بيانيا منحنى الدالة د حيث د س بتساوي 4 ناقص س تربيع متخذا الفترة س تنتمي لسالب 3 و3. نشوف مع بعض السؤال. سؤال سهل وبيتكرر في كل امتحان معانا. رقم 1 هتروح تكون الجدول بتاعنا. والفترة اللي معاك من سالب 3 لسالب ل3، من س وصاد. سالب 3 ادي كده سالب 2 سالب 1 0 1 2 3. في ناس بتحب تشتغلها بالآلة الحاسبة وطبعا ده اللي رجحها، وناس بتحب تعوض بإيديها. فاحنا تعالى نشوف نعملها الآلة الحاسبة ونحط الأرقام على طول، وكنا طبعا عارفين بنعمل الطريقة إزاي. وهنا عارفين يا شباب بنمثل الجدول إن أنا بعمل مود تيبل وأبدأ أدخل الدالة بتاعتي 4 ناقص ألفا إكس تربيع. بعد كده أبدأ أدخل بداية الفترة اللي هي سالب 3 ونهاية الفترة 3، بيبدأ يديني الجدول. عند السالب 3 اداني سالب 5، وعند السالب 2 اداني صفر، وعند السالب 1 عند قيمة السالب 1 طبعا اداني كام؟ 3، وعند قيمة الواحد برضو اداني 3. هبدأ أرسم رسمتي عادي جدا يا شباب بكل بساطة. فهنا أبدأ أرسم الرسمة فأقول له عند السالب 3 طلع سالب 5، عند السالب 3 ده عند السالب 5. هنا كده أحط نقطة زي الشاطر كده أهي. وعند السالب 2 طلعت بصفر، أمشي من عند السالب 2 لحد الصفر يعني عند المحور نفسه. وعند السالب 1 طلعت ب3، عند السالب 1 اطلع لحد 3. وعند الصفر طلعت ب4 يعني على المحور. والواحد طلعت ب3، وعند الاتنين كانت بصفر، وعند التلاتة كانت سالب 5. هتلاقي إن الرسمة بتاعتنا متماثلة حول محور السينات ومقلوبة عاملة شكل 8، لأن معامل السين تربيع هنا إيه؟ سالب. أبدأ أوصل الرسمة بتاعتي. طبعا ما بوصلش بالمسطرة، بوصل بإيدي عادي جدا منحنى.
لأن دي دالة تربيعية زي ما أنتم شايفين كده. هيبدأ يسألني يا شباب برضه على كام سؤال زي ما إحنا متفقين قبل كده، بيسألك رأس المنحنى، بيسألك هي قيمة عظمى والّا صغرى، ومعادلة محور التماثل. أنا طالب منك تجيب رأس المنحنى الصح عشان تعرف تجاوب ال3 إجابات صح بعد كده. نقطة رأس المنحنى هي النقطة اللي بتكون في نُص الرسمة بالضبط، يبقى نقطة رأس المنحنى، فهي النقطة 0 و4. ممكن أجيبها من الجدول يا شباب، أهوي النقطة اللي في نُص الجدول بالضبط، وأدّي قيمة مع قيمة، وأدّي قيمة مع قيمة، وأدّي قيمة مع قيمة، هيتفضل لك نقطة 0 وكام؟ و4. يبقى نقطة رأس المنحنى هي 0 و4. طيب عايز أعرف هي عُظمى والّا صغرى؟ لو كانت عاملة 8 فهي عُظمى، ولو عاملة 7 فهي صغرى. عايز تفرّق بينهم، ال7 أصغر من ال8، فال7 تبقى صغيّرة تبقى صغرى، أمّا ال8 كبيرة فتبقى عُظمى. طيب لازمًا أقول له عُظمى عند رقم كام؟ فنقول له ص تساوي، وآخُد المسقط الثاني اللي هو الصادات تساوي 4. طيب معادلة محور التماثل، السؤال التالت، معادلة محور التماثل عند س تساوي رقم. طيب هي الخط اللي قسم محور التماثل بتاعها اللي هو محور مين؟ الصاد، يبقى عند س بتساوي كام؟ عند س تساوي 0، اللي هو باخد المسقط الأول من نقطة رأس المنحنى. يبقى مسألة الرسمة مسألة مشهورة في الامتحانات وعلى طول بتيجي، وبيسألك دايمًا ال3 أسئلة دول عليها. طيب السؤال ب مثل بيانيًا منحنى الدالة د حيث د س، دي خلاص خلّيناها اللي هو ب. السؤال الرابع، إذا كانت د س بتساوي س ناقص 6 وكان تُلت د أ بتساوي -2، أوجد قيمة أ. تعال نشوف السؤال رقم 4. هو قال لي إن د س د س دي تساوي س ناقص 6 وتُلت د أ تساوي -2. طيب ما تيجي نتخلّص من التُلت دي، لو عايز أتخلّص من التُلت فأنا هاضرب هنا في 3 وهاضرب هنا في 3. لمّا أضرب في 3 فدي راحت خلاص، يبقى د أ بتساوي -6. طب هو عايز قيمة مين؟ عايز قيمة الألف. أقول له خلاص تمام، شيل كل س وحُط مكانها أ في الدالة الأصلية، اللي هي الدالة دي. طيب تعالَ نشيل الس ونحط أ، ونشيل الس ونحط أ، يبقى د أ ونساوي القيمة بكام يا شباب؟ هنساوي القيمة عندنا ب-6، يبقى د أ تبقى أ ناقص 6 ونساوي القيمة ب-6، وأدّي السالب 6 بعكس الإشارة، يبقى أ هتساوي -6 زائد 6 هتساوي 0، يبقى قيمة الأ بتاعتك هتساوي 0. يبقى هو هنا ادّاني دالة وادّاني معلومة، المعلومة بتقول لي تُلت الد أ بتساوي -2، فعايز قيمة الأ فأنا خلاص عرفت إن أنا لازم أتخلّص من التُلت ده عشان أعوّض مكان الأ وأساوي القيمة بقيمة الدالة وأوصل لقيمة الأ. السؤال باء بيقول إيه معانا؟ يقول لك هنا إذا كان 5 أ بتساوي 3 باء، أوجد قيمة 7 أ زائد 9 باء على 4 أ زائد 2 باء. طيب هو هنا ادّاني خاصية بيقول لي إن 5 أ تساوي 3 باء، ودي معناها إن ال5 مضروبة في الألف وال3 مضروبة في الباء. لو أنا عايز أجيب قيمة أ على باء من هنا، فأنا باقول لو عايز أ على باء فبتساوي 3 على كام؟ على 5. لو عايز ما تنساهاش فركّز معايا، لو عايز تجيب أ على باء وأنت رايح من أ لباء ما ترجعش بإيدك فاضية، فتقول لي 3 على 5. من هنا أقدر أقول إن هم بيساووا رمز وليكن م، فأقدر أقول إن أ بتساوي 3 م والباء تساوي 5 م. يبقى أنا من هنا كده قدرت أجيب الألف لها قيمة بدلالة الميم، والباء 5 بدلالة الميم. تعال نشوف هو عايز قيمة إيه؟ عايز 7 مضروبة في الألف. طب الألف بكام؟ ب3 م.
زائد 9 مضروبة في الباء. طب الباء ب5 م. على المقام عايز 4 مضروبة في الألف 3 م زائد 2 مضروبة في الباء 5 م. وأبدأ أصفي الكلام ده. 3 في 7 ب21 م زائد 5 في 9 ب45 م على 3 في 4 ب12 م 2 في 5 ب10 م. وأبدأ أصفي تاني. 21 و45 يبقى 66 م على 22 م. الميم بتروح مع الميم وأبدأ أقسم 66 على ال22 فيها التلاتة، يبقى قيمة المقدار 7 أ زائد 9 باء على 4 أ زائد 2 باء. طلع بس بكام يا شباب؟ ب3. السؤال الخامس: إذا كانت س ناقص 1 و11 و8 وص زائد 3 فأوجد قيمة جذر س زائد 2 ص. هنا يا شباب زوج مرتب بيساوي زوج مرتب، كلنا عارفين لما زوج مرتب يساوي زوج مرتب فبساوي المسقط الأول بالمسقط الأول. تعال نأكد الكلام ده هنا كده كمان مرة. المسقط الأول اللي هو س ناقص 1 تساوي 8، فأودي الواحد بعكس الإشارة فالس من هنا هتساوي كام؟ 9. كده قدرت أجيب قيمة الس. المسقط الثاني اللي هو ص زائد 3 بتساوي 11، وأدي التلاتة بعكس الإشارة يبقى ص بتساوي 11 ناقص 3 هتساوي كام يا شباب؟ 8. كده قدرت أجيب قيمة الصاد وقدرت أجيب قيمة مين؟ السين. تعال نشوف هو عايز إيه. بيقول لك أنا عايز أجيب قيمة جذر س زائد 2 ص، فهشيل قيمة السين وأحط قيمتها اللي هي 9 وأشيل الصاد وأحط قيمتها اللي هي كام؟ 8 وأضرب عادي. فأقول له جذر 9 زائد 2 في 8 ب16 فهتساوي جذر 25 اللي هي قيمتها كام؟ 5. يبقى قيمة المقدار ده كله يساوي 5. احسب الانحراف المعياري وبيديك مفردات. فاحنا بنبقى عارفين لما بيديك سؤال الانحراف المعياري وعايز يحسب الانحراف المعياري لمفردات، فالسؤال بتاعنا بيبقى سهل جدا. بنكون جدول بتاعنا ونجيب منه الوسط. يبقى كونا الجدول يا شباب هنحط فيها س وس ناقص س شرطة وس ناقص س شرطة لكل ايه تربيع. طيب أنا عشان أكوّن الجدول بالأرقام بتاعته، أنا معايا السين اللي هي كام؟ 16 و32 و56 و20 و27. طيب ما أنا عايز أمثّل أقول س ناقص س بار، س بار دي بالنسبة لنا اللي هي مين؟ الوسط الحسابي، والوسط الحسابي لمجموعة من المفردات باجمع القيم وأقسمهم على عددهم. يعني أقول 16 زائد 32 زائد 56 زائد 20 زائد 27 على عددهم 1 2 3 4 ل5 على 5. آلة حاسبة هتشتغل معاك هتطلع الوسط الحسابي 30.2. طيب يلا نكمل بقى بقية الجدول بتاعنا. 30.2 أحطها قدام منك كده وأبدأ أقول 16 ناقص 30.2 فهتديك 14.2 بالسالب. 32 ناقص ال 14 30.2 فهتديك 1.8. 56 ناقص 30.2 يديلك 25.8. 20 ناقص 30.2 هتديك بالسالب 10.2. 27 ناقص 30.2 ففيها سالب 3.2. بعد كده هنجيب س ناقص س شرطة لكل تربيع، يعني الرقم اللي طلع معاك هنا شاطر هتبدأ تعمل فيه إيه؟ هتربعه. فتقول لي 14.2 تربيع بدي بكام؟ ب201 على حاسبة طبعًا و64. 1 و8 تربيع دي ب3 و24. 25 و8 دي ب665 و64. 10.2 فدي ب104 و4 بعد كده 3 وسالب 2 يبقى 10 و24.
كل اللي أنا محتاجه من هنا إن أنا أجيب خانة المجموع، واللي يهمني من هنا هي خانة الس ناقص س بار كل تربيع، دي 984.8 راح أجيب الانحراف المعياري يا شباب، وده جذره جذر مج س ناقص س بار لكل تربيع على ن. طيب يا شباب أنا كده معايا أصلًا س ناقص س بار اللي هو حضرتك بكام؟ 984.8 على عددهم اللي هو 5 وأجيب لها الجذر التربيع. يبقى أنا كده يا شباب قدرت إن أنا أجيب الانحراف المعياري، طبعًا نعمل ده آلة حاسبة ونجيب قيمة الانحراف المعياري، ممكن تقرّبها لأقرب رقم عشري أو أقرب رقمين ما دام ما حددش، وبكده يا شباب نكون خلصنا المحافظة بتاعتنا. ولو كنتم استفدتم وقدرت أفيدكم ما تنساش طبعًا تشترك في القناة وتفعّل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد، وطبعًا ما تنساش تشارك المحتوى بتاعنا مع كل زمايلك عشان يوصل لهم، وتدعمونا باللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.